السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم فيه عن الريليف اند سيفتي فالفز. احنا الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا على الغرض من البلوف، ونهاية بالنوع الأخير اللي احنا اتكلمنا عليه في الأنواع بتاعت البلوف. النوع الأخير كان الديافرام فالف. إن شاء الله النهاردة احنا هنشرح الريليف اند سيفتي فالفز. طيب ايه هي الريليف اند سيفتي فالفز؟ زي ما احنا شايفين قدامنا كده، ده الشكل بتاع الريليف والسيفتي فالف. هو كل دورهم ان هم بيكونوا محطوطين على المعدات، بحيث ان الضغط لما يزيد يبداوا ان هم يوجهوا الليكويد الزياده او الغاز الزياده لسيف لوكيشن. يعني ايه سيف لوكيشن؟ يعني منطقه امنه. يعني مثلا الماده السائله الزياده دي هتبدا انها تروح خزان تتخزن فيه، نتيجه انها مثلا الضغط بتاعها زاد في منطقه معينه. فانا في الحاله دي الضغط لو زاد هبدا ان انا اروتها او اديها على منطقه سيف تتخزن فيها، زي التانك مثلا او فيزل معين. وده بيكون عن طريق الريليف فالف. طيب السيفتي فالف كذلك نفس الفكره بالظبط. الغازات لما بتكون جوه سيباريتور او كونتينر، بحيث ان انا بعمل معالجه مثلا للغاز ده ولا حاجه، او انا عندي مثلا مجموعه من الابار بتاعه الغاز اللي بتنتج غاز وانا ببدا ان انا اعالجها. لو الضغط مثلا بدا ان هو يزيد بشكل غير طبيعي، ساعتها في الحاله دي البريشر سيفتي فالف هيبدا ان هو يفتح ويهندل كميه الغازات الزياده اللي بدات تتكون عندي في السيستم. طيب ان شاء الله هنتعرف النهارده على الفرق ما بين الريليف فالف والسيفتي فالف، ولكن باختصار خلينا نقول ان هم كل دورهم ان هم يهندلوا الضغوط الزياده للسوائل والغازات. طيب خلينا كده نشوف الفيديو ده بيتكلم فيه عن البريشر ريليف فالف. فيديو انيميشن بسيط بيوضح الموضوع بيتم ازاي. انا دلوقتي هنا هيكون ده الخط بتاعي الرئيسي اللي بيكون ماشي فيه الفلو بتاعي، الفلويد بتاعي اللي هو السائل بيبدأ ان هو يمشي هنا. طيب المفروض ان هو يروح يتخزن في التانك هنا مثلا. طب لو التانك ده اتملى على اخره وانا دلوقتي مش عارف اودي التانك ده فين، ممكن يحصل مشكله والضغط يبدا ان هو يزيد، نتيجه اصلا ان الليفل هنا بدا ان هو يزيد. ففي الحاله ديت يحصل بيلد اب للبريشر بتاع الليكويد. ساعتها في الحاله دي البريشر ريليف فالف ده هيبدا ان هو يفتح، بحيث ان هو يودي الضغوط بتاعه السوائل الزياده على منطقه امنه، قد يكون مثلا تانك تاني او فيزل وهكذا. زي ما احنا شايفين، اول ما الضغط هيبدا ان هو يزيد، السوسته دي هتبدا انها تطلع لفوق، وساعتها في الحاله ديت الليكويد هيبدا ان هو ايه، يمشي على الاتجاه ده. طب لما الضغط هيبدا ان هو يقل، خلاص الضغط لما هيبدا ان هو يقل، السوسته دي هتبدا انها تنزل. خلاص انا ما عادش عندي اي ليكويد يعدي تاني من الريليف فالف. يعني هو بيشتغل عن طريق الضغط. الموضوع بيتم ازاي؟ الموضوع بيتم عن طريق ان السوسته دي بيكون عليها ديسك من تحت. الديسك والسوسته دول اول ما بيشوفوا بريشر معين، هم متظبطين عند بريشر معين. على سبيل المثال هم بيفتحوا عند 50 بار. اول ما الضغط يبدا ان هو يزيد، يبقى مثلا 30 40 بار، هو لسه ما فتحش. اول ما بيوصل لل 50 بار بيبدا ان هو يحقق السيت بريشر بتاعه، ان هو دلوقتي بيقول انا بفتح عند 50 بار. فانا في الحاله دي هبدا ان انا افتح. اول ما هيبدا ان هو يفتح، هيبدا ان هو يهندل الكميه الكبيره من الليكويد اللي موجود عندي. وده باختصار شديد الموضوع بيتم ازاي، وده الانيميشن اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب خلينا كده نشرح باختصار شديد هو الريليف فالف شكله عامل ازاي، وايه الفانكشن بتاعته، وايه الديزاين بتاعه. اول حاجه انا دلوقتي بيكون عندي في الريليف فالف، انا بيكون عندي الانلت ده المدخل بتاعه. يعني انا دلوقتي على سبيل المثال خلينا نقول ان انا اصلا بيكون عندي زي بايب لاين كده مثلا ماشيه، او عندي فيزل موجود هنا. الفيزل ده بيمشي فيه الفلو بتاعي. لما الضغط بيبدا ان هو يزيد، هو كده كده اصلا قبل ما الضغط يبدا ان هو يزيد، فالبريشر ريليف فالف ده بيكون قافل، مفيش اي حاجه بتعدي منه. ولكن لما هيبدا الضغط ان هو يزيد، ساعتها الضغط الزياده ده هيبدا ان هو يسمع هنا، فهيبدا ان هو يزق ويرفع الديسك ده نفسه والسوسته اللي موجودين هنا. يبقى انا دلوقتي عندي الاليمنت نفسه، الفلو كنترول اليمنت بتاعي او الديسك ده، هو مرسي كده او
قاعد على السيت ده ماشي، وعامل ايزوليشن للفلو. وانس ان الضغط هيبدا ان هو يزيد، فالفلو كنترول اليمنت او الديسك ده هيبدا ان هو يرتفع لغايه فوق، والسوسته هتبدا انها تنضغط وتطلع لغايه فوق. وساعتها في الحاله دي الفلويد بتاعي او السائل هيبدا ان هو ايه، يطلع من هنا. يبقى هو هيدخل من هنا وهيطلع من هنا. ده باختصار شديد الموضوع يتم ازاي. طيب هي ايه المكونات بتاعته؟ المكونات بتاعته هو المدخل بتاعه، المخرج نفسه، السيت اللي احنا قلنا عليه، والديسك او الفلو كنترول اليمنت، وعندنا السبرينج ده، وعندنا العمود اللي بيبدا ان هو يطلع او ينزل. العمود ده لما بيبدا ان هو يطلع لفوق، بيبدا الديسك نفسه ان هو يضغط السوسته. لما ينزل لتحت تاني، الديسك ده نفسه هيبدا ان هو يريح على السيت، وساعتها السوسته هتبدا انها تنفرد. طبعا السبرينج اللي هو السوسته نفسه ماشي. وعندنا الكاب اللي هي اللي فوق دي اسمها الكاب. وعندنا حاجه اسمها الادجستمنت سكرو. ايه بقى الادجستمنت سكرو ده؟ دلوقتي الريليف فالف ده المفروض ان هو بيكون شغال عند بريشر معين زي ما احنا قلنا قبل كده. ولكن على سبيل المثال برضو عشان ما نلخبطش الناس، خلينا نقول ان هو بيفتح عند 50 بار. طيب هل اي بريشر سيفتي فالف هو بيكون جاي من المصنع ان هو بيفتح عند 50 بار؟ اكيد طبعا لا. عندنا اختلافات في الاحجام في السيت بريشر اللي الريليف فالف بيفتح عنده. ولكن الراجل المصنع بيديك رينج من البريشرز، انت ممكن تظبط الريليف فالف عليه بحيث ان هو يفتح عند البريشر ده. يعني هو لما هيديهولك هو مش هيقولك ان هو بيفتح عند 50 بار، لا ده هو هيقولك هو ممكن يفتح في رينج مثلا من 30 بار ل 70 بار. طيب بناء عليه هيفتح من 30 ل 70 بناء على الظبطه بتاعتك ليه. طب انت هتظبطه ازاي؟ هتظبطه عن طريق اللوك نوت اللي هنا دي اللي هي الصاموله، بال الادجستمنت سكرو اللي هو المسمار اللي موجود هنا. المسمار ده بيبدا ان هو يعمل ايه؟ المسمار ده بيبدا ان هو يضغط على الجزء ده اللي هي الحته اللي في النص دي. الجزء ده اسمه ووشر. طيب هو لما هيبدا ان هو يضغط عليها، ساعتها في الحاله دي هو بيعمل ايه؟ هو اكنه بيضغط السبرينج شويه. فساعتها ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا بعمل فورس اكبر على السبرينج نفسه. فده معناه ان انا بظبط الريليف فالف على بريشر زياده شويه. طب لو انا ريحت الادجستمنت سكرو وطلعته لغايه فوق، ساعتها انا بدي براح للسبرينج ان هو يتمدد. فلما هيجي بعد كده ان هو يحصل له كونتراكشن وهيبدا ان هو ينضغط، هيكون بسهوله. ده معناه ان انا بسيته على بريشر اقل. من الاخر لما انا بظبط المسمار ده والصاموله اللي موجوده هنا، ده بينعكس على الاداء بتاع الريليف فالف والسيت بريشر بتاعه. يا ترى هو بيفتح عند بريشر كام؟ هل هو بيفتح عند بريشر قليل ولا بريشر عالي؟ وهكذا. في انواع من الريليف فالفز ممكن ما يكونش جواها الادجستمنت سكرو وده تمام، ولكن في الغالب بتكون موجوده بحيث ان انت تعمل ريجوليتنج للسيت بريشر اللي انت محتاج البلف بتاعك او الريليف فالف ده يفتح عنده. يبقى الهدف من الريليف فالف مش ان انا اتحكم في الفلو او ان انا اعمل اون واوف للفلو زي مثلا باقي البلوف التانيه، او التشيك فالف اللي هو بيسمح في الفلو من اتجاه لاتجاه اخر. لا، ده هو بيسمح بالفلو في حالة إن الضغط زاد فقط. طب لو الضغط رجع تاني نورمال، ساعتها هيبدأ إن هو يقفل ومش هيعدي أي فلويد. يبقى الهدف والفانكشن بتاعت الريليف فالف هو إن هو بيستجيب بشكل أوتوماتيك للتغير والزيادة المفاجئة في البريشر في حالة إن أنا عندي ليكويد، في حالة إن أنا عندي ليكويد فقط. طيب لو عندي غاز، هل ينفع يكون عندي ريليف فالف؟ لا، لو أنا عندي غاز ساعتها لازم يكون عندي سيفتي فالف مش ريليف فالف. طب هو ايه الفرق ما بينهم؟ ده اللي احنا هنتعرف عليه ان شاء الله كمان شويه. يبقى هو دلوقتي بيكون مصمم ان هو يفتح عند بريشر معين انا مظبطه عنده، انا مظبطه ان هو يفتح عند البريشر ده تمام. وده بيكون عن طريق ان انا بيكون عندي ديسك محطوط هنا اهو. الديسك ده بيكون موجود في مكان معين بالسوسته اللي موجوده هنا تمام. بيبدا ان هم يرتفعوا لفوق لغايه ما الضغط هيبدا ان هو يرجع تاني طبيعي. فلما الضغط هيبدا ان هو يرجع تاني طبيعي هيبدا ان هو يقفل. طبعا هو هنا بيقول لك ان هو كريتيكال عشان يمنع اي اوفر بريشرايزيشن بيحصل في اي بروسيس يونت. يعني اي سيبريتور او اي فيزل او اي بايب لاين مثلا موجود عندي، لو شاف الضغط زياده ممكن تتقطم، ممكن تطق.
طب لو انا عاوز افرغ الضغط الزياده ده اعمل ايه؟ هبدا ان انا اركب الريليف فالف في حاله ان انا عندي ليكويد.